بيان إلى الرأي العام. في عشية عيد النوروز أقدمت مجموعة إرهابية تابعة للفصائل المسلحة أحرار الشرقية التي تنضوي تحت مظلة ما يسمى الجيش الوطني في ناحية جنديرس جريمة مروعة راحت ضحيتها 4 مواطنين من الكرد المدنيين المتبقين في الناحية عند إيقاد شعلة نوروز، حيث تأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الانتهاكات التي تحدث في المناطق المحتلة بشكل يومي على يد هذه المجموعات التي تأتمر بأوامر من الجيش التركي وأجهزته الأمنية والائتلاف الغطاء السياسي للاحتلال. إن هذه الأفعال الشنيعة المرتكبة ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، لطالما هذه المناطق تعيش في ظل الاحتلال وتحت نير ورحمة تلك المجموعات المسلحة التي خرجت من رحم التنظيمات الإرهابية داعش والقاعدة. إن كل هذه الجرائم والأفعال تهدف إلى إحداث تغيير جذري في الهندسة السكانية وإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين تدريجياً لإفساح المجال أمام تنفيذ مشاريعهم الاستيطانية، وجعل المناطق المحتلة مرتعاً للإرهاب ومسرحاً لجرائمهم. ما يجري في المناطق المحتلة من قبل تركيا تأتي ضمن مشروع احتلال منظم وسياسة واضحة تعتمد على التهجير القسري والقتل وخلق الحروب الأهلية وبناء المستوطنات، حيث الانتهاكات الجسيمة والجرائم اليومية على يد تلك التنظيمات وبإيعاز من الدولة التركية في ظل صمت دولي مخزن ومريب ضارب بعرض الحائط مبادئ ومعايير إعلان العالمي لحقوق الإنسان والقوانين التي تحمي حقوق الشعوب على أرضها ومبادئ السلامة العامة للمدنيين في ظل النزاعات المسلحة وفق القانون الدولي الإنساني. نحن في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة ندين ونستنكر سياسات الاحتلال وهذه الأفعال الإجرامية التي ترتكب بحق شعبنا. في الوقت نفسه نعزي ذوي وعوائل الشهداء ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى، كما ندعو جميع الوطنيين السوريين بالوقوف صفا واحدا أمام الاحتلال التركي للمناطق السورية حتى انتهاء الاحتلال وتحقيق العودة الآمنة لسكانها الأصليين دون احتلال وإرهاب. ونطالب الجهات الدولية والمنظمات الأممية بما فيها الحقوقية الكف عن دعم سياسة الدولة التركية في منطقة الشرق الأوسط كونها العامل الرئيسي لحالة عدم الاستقرار والممولة للإرهاب، والضغط عليها وعلى مرتزقتها بالانسحاب من المناطق المحتلة لإفساح المجال أمام الحلول والمبادرات السلمية التي تطرح لحل الأزمة السورية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة السكان الأصليين إلى مناطقهم. الرحمة والخلود لشهداء الحرية. الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة.